السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة حفصة وأمها. اليوم إن شاء الله جيت لكم فيديو جديد اللي هو حريشة اللي كتجي ساهلة. أنا ملي كنتلف ما كنلقى ما ندير الكاسكروت كنرجع لهاد الحريشة اللي كتجي زوينة هشيشة. عندي المقادير: 2 كيسان ديال السميده و2 كيسان ديال الرايبي، 4 كاس ديال الزيت، واحد الخميره وبيضه، العبار بكاس ديال العنبه. غناخذ واحد الاناء غنخوي فيه واحد 2 كيسان ديال السميده، 4 كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه، معلقه ديال سنيده، وشويه ديال الخميره الفوريه. غادي نحرك مزيان هاد الخليط، نبسبس هاد السميده مزيان على هاد الطريقه، ونضيف بيضه ونخلط مزيان. وغنضيف واحد الخميره ديال الحلوه، ودابا غادي نضيف 2 كيسان ديال الرايبي تدريجيا. ناخذ المقله اللي ما كتلصقش، المقله ديال البغرير، ندهنها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق ديال سبيسيال. هاد الخليط اللي درت دار ليا مقله كبيره ومقله صغيره، جي على هذا الشكل. دابا غادي نديرها في البوطه غادي طيب. غندير واحد القزيره ديال الطاجين وغنقص ليها البوطه مزيان.
وغادي نغطي هاد المقلة، ضروري خصها تغطى شويه. منين نلقاها عرقانه هذيك الغطايه خصني نمسحها باش ما يهبطش هذاك العرق عليها. ها هي من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، وها هي الحرشه ديالي من بعد ما وجدت كتجي على هذا الشكل. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في قناه حفصه وامها، فضلا وليس امرا. صدقوني هاد الحرشه كتجي سهله، وإلا جاكم الضياف على غفله دغيا كتوجد، ما كاملاش نص ساعه كتكون طابت. وواحد البراد ديالها تاي، وبالصحه والراحه.